طردوه من امام قبر الرسول وهو بيقرا الفاتحه علشان ممثل، وكان هيعتزل التمثيل. ولما سأل الشيخ الشعراوي هنا كانت المفاجأة. هنا عاش الفنان المحترم جدا حسن عابدين في شارع من شوارع حدائق القبة في العمارة دي في الدور الأخير. الدور الأخير ده كان الدور السادس، كان واخده مع الروف، ومساحة الشقة كانت 1000 متر وكانت تمليك. وأنا كان نفسي طبعا أطلع أصورها لكم من فوق، بس للأسف الشقة دلوقتي اتباعت. عاش هنا لحد ما توفى مع زوجته وولاده الأربعة طارق وخالد وإيمان وهبة. حسن عابدين عمل أعمال كتير درامية سواء أفلام أو مسلسلات أو مسرحيات، وكلها كانت ناجحة، وكان بيليق جدا في الأدوار الكوميدية، وكان من أوائل الفنانين اللي عمل إعلانات في التلفزيون، وهو إعلان شويبس، وكان فيه حس كوميدي كده، وكان مكسر الدنيا، اللي هو بنقول عليه دلوقتي كان ترند جيله اساسا. كان الاعلان ده مسمع جدا في وقتها، وكان الناس بيمشوا في الشارع ويسالوا بعض ايه هو سر شويبس، لان الجمله دي اشهر جمله في الاعلان اللي كان بيقدمه. وفعلا الاعلانات دي نجحت الماركه بتاعت شويبس بدرجه كبيره جدا، واخد في الاعلان ده 1,000,000 جنيه. عارفين الرقم ده وقتها كان عامل ازاي؟ لا في فنان لا قبله ولا بعده بفتره طويله اخد الرقم ده سواء في مسلسل او فيلم. حسن عابدين كان قامه كبيره وممثل كبير وليه قدره. كان راجل من صغره شارك من ورا والده وهو عنده 17 سنة 1948 في عمليات فدائية في حرب مع اخواتنا، وقتل 2 من جنود ما يتسموش، واتقبض عليه هو و4 زمايله واتحكم عليهم بالإعدام. وهم في المحكمة دخل المحكمة واحد زميله بحزام ناسف وهدد انه ينسف المحكمة لو ما افرجوش عنهم، وفعلا افرجوا عنهم، وهرب حسن عابدين ورجع لمصر. في سنة 1979 حسن عابدين كان بيمثل في مسرحية عش المجانين مع الفنان محمد نجم، وكانت مكسرة الدنيا، والإفيهات بتاعتها لسه عايشة معانا لحد دلوقتي، زي شفيق يا راجل وانا راكب دقن. وعلى فكرة انا بتفرج عليها كل ما تيجي لحد دلوقتي وكأني بشوفها لأول مرة. المهم بقى يا سيدي، في عز نجاح المسرحية حسن عابدين سافر عشان يعمل عمرة، وهو قدام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرا له الفاتحه، جه قائد الحرس وعرفه وعرف انه ممثل، وقال له انت ممثل، ايه اللي جابك هنا؟ ونادى على الحراس علشان يطلعوه بره. حسن عابدين اتصدم وراح ساحب نفسه وراجع على الفندق ورجع على مصر. ومن ساعه ما رجع على مصر وهو جاي له اكتئاب، وقعد في اوضته ومش عايز يخرج منها. حتى المسرحيه اللي مكسره الدنيا مش عايز يروحها، وقرر انه يعتزل التمثيل، لدرجه انه كلمه محمد نجم ويقول له انزل، يقول له لا مش نازل انا هعتزل التمثيل، يقول له يهديك يرضيك، ويهزر معاه ويقول له شفيق يا راجل، وهو قال له انا مش نازل، راح قافل في وشه السكه. وقعد في حاله من الاكتئاب دي فتره طويله لحد ما زاره الفنان الراحل ابراهيم الشامي، وقال له بدل ما انت قافل على نفسك كده قوم معايا نروح للشيخ الشعراوي، لان الفنان ابراهيم الشامي كان صديق مقرب للشيخ الشعراوي. وفعلا اخدوا وراحوا للشيخ الشعراوي، رحب بيه جدا رغم انه اول مره يشوفه، بس رحب بيه جدا كانه عارفه من سنين. المهم حسن عابدين قعد وحكى له اللي حصل له في العمره، وقال له انا بفكر اعتزل التمثيل. هنا بقى الشيخ الشعراوي رد صدم حسن عابدين وما كانش متوقعه ابدا. قال له لو انت بطلت التمثيل انا اتفرج على مين؟ حسن عابدين اتفاجئ جدا وقال له انت بتتفرج عليا يا مولانا؟ قال له طالما بتقدم فن كويس ما اتفرجش عليك ليه؟ ولو اعتزلت انت والمحترمين اللي زيك هيجي غيركم ويقدم فن خارج وملوش معنى. ارجع فنك واحكم بنفسك على اللي بتقدمه. كان جميل الله يرحمه الشيخ الشعراوي. هو كان بيعمل عمرة والحراس شافوه فعلا وطردوه عشان ممثل. بعديها كان عايز يعتزل عشان الموقف اللي حصل ده، وراح للشعراوي، والشعراوي قال له لو انت هتعتزل وغيرك هيعتزل انا اتفرج على مين بيقول كلام كويس او بيقدم حاجة كويسة. وساعتها كانوا متفقين مع بعض ان هما يعملوا شركة انتاج مسرحي وسينمائي اسلامي، بس ما لحقش طبعا ان هو توفى بعديها، يعني ما فيش. وفعلا رجع حسن عابدين للفن وبقى بيختار ادواره بعنايه، لدرجه انه كان بيمثل في مسرحيه وزمايله في المسرحيه حبوا يرتجلوا ويخرجوا عن النص زي ما بيحصل في باقي المسرحيات، بس المره دي خرجوا زياده شويه. وقام واحد من الجمهور اعترض على اللي بيحصل لانه ما عجبوش الوضع، وقال انا جاي اتفرج على حسن عابدين، ده مسرح محترم. سمعوا حسن عابدين، وبعد العرض اجتمع بالفرقه بتاعته وقال لهم لو حصل الموضوع ده تاني بقصد او من غير قصد انا هنسحب من المسرحيه. الله يرحمه حسن عابدين كان فعلا فنان محترم جدا وبيحترم فنه وبيحترم جمهوره،
تحسه كده اصلا ان هو حد قريب منك، خالك، عمك، جدك، باباك. وعلى فكره خالي الله يرحمه ممثل مع الفنان حسن عابدين في مسلسل اهلا بالسكان، كنت بحسه ان هما شبه بعض جدا، بس خالي اعتزل التمثيل بدري شويه، يا ريت تدعوا له. على قد ما الفنان حسن عابدين كان في مجتمع كله فنانين ويعتبر مجتمع متفتح جدا، إلا إنه كان أب شديد جدا وحازم جدا مع أولاده سواء البنات أو الولاد، لدرجة إنه لما كان بيبقى عنده شغل في اسكندرية أو حتى مصيف كان بياخد بناته معاه، وكانوا بيفضلوا قاعدين في البلكونة ممنوع إنهم ينزلوا يشتروا حاجة من تحت أو حتى يتمشوا. بالرغم إنه كان شديد إلا إنه كان أب حنين جدا مع أولاده وخصوصا البنات، كان بياخد رأيهم في كل حاجة حتى في أعماله الفنية. وتوفى حسن عابدين يوم 6/11 سنة 1989 بسرطان الدم في لندن. وبعد وفاته أولاده لقوا إنه كاتب لهم وصية قبل ما يتوفى بخط إيده بيقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. وصيتي لكم أن تتقوا الله ما استطعتم وألا تنسوا للحظة إن الموت آت وما فيها من متاع الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. أوصيكم بالصلاة والدوام عليها، وأوصيكم بعمكم كمال وكذلك عماتكم وأعمامكم، وأوصيكم بألا تحزنوا وواجهوا الحياة بكل قيم الإسلام وتسامحوا، وإن من يتق الله يجعل له مخرجا. حقيقي كان فنان جميل ومحترم، يا ريت كلنا ندعي له في الأيام المفترجة دي وإحنا داخلين على رمضان، لأنه فعلا يستاهل الدعاء. وصى حسن عابدين قبل ما يتوفى كمان ان هو يدفن في مقر رأسه ببني سويف، وفعلا الجثمان لما نزل مصر راح لبني سويف واتعملت له جنازة مهيبة جدا، كانت أكبر جنازة اتعملت في بني سويف، وكمان حضر الجنازة الشيخ الشعراوي رحمه الله وصلى عليه صلاة الجنازة، وتسمى شارع في بني سويف باسمه، شارع حسن عابدين. رحم الله الفنان الجميل والمحترم حسن عابدين. وبس كده، دي كانت حكايتنا النهارده من حكايه هنا عاش. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو انا عايزه لايكات كتير وشير وفولو عشان غيرك يستفاد، واستنوني بالفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، باي باي.